حلاوة القصة كلها أستاذ محمد بدأ من إمتى؟ بدأ في 2006 تمام؟ فكان المجال ما فيهوش حد وعملت اسم في السوق. دلوقتي هل نقدر نقول تبدأ النهارده في الاي اي والانتشار الرهيب اللي حاصل في مجال فويس اوفر، ومعلش هقول ايه، بهدلة الاسعار اللي حاصله في المجال، تبدأ دلوقتي لو عايز تبدأ دلوقتي لو انت ما كنتش بدأت خالص؟ حاليا ممكن ابدا دلوقتي، يعني دلوقتي لو لا قول انا ابدأ دلوقتي ابدا دلوقتي، بس هبدا دلوقتي بمعايير السوق دلوقتي، اللي هي انك تكون صوت مميز، تطور من نفسك تطوير عالي جدا، ما تبخلش في الاجهزه اللي انت بتسجل بيها، معدات في المعدات. ما تبخلش انك تعرف بجانب الفويس اوفر، لازم تعرف هندسه صوتيه عشان تعرف تسلم شغلك بنفسك. بلاش تسجيل موبايل، لا تسجيل الموبايل لا، احنا لا. بنلجأ له في حاجه واحده. لو في كلاينت محتاج اوديشن بسيط وانا بره مسافر ولا حاجه، بسجل بالموبايل از تيست، يعني مش حاجه احترافيه، وبعرف العميل ده. يعني لسه قريب برضه مسجلين حاجه، والله كنت بره، كنت مسافر مع اسره عندي، وكلاينت طلب مني اوديشن، فهمته ان انا بره ومش هقدر اسجل، قال لي سجل لي بالموبايل. سجلت له بالموبايل بس عشان يعرف بس الاداء الصوتي بس. هيبقى شكله ايه بس. لكن مش تسجيل النهائي. لا مش احترافي، مش احتراف. لكن اللي بيسجل بموبايل ده تحت المخده ولا تحت البطانيه لا ده مش احترافي خالص. في ناس بتلجأ لده بس بيبقى الصوت كارثه، صح. في صوت كارثه. في كورونا لما كان في حظر، اغلبيه المعلقين الصوتيون جابوا استوديوهات، جابوا قصدي مايكات في البيت، واشتغلوا من البيت وتعلموا هندسه صوتيه عشان يطلعوا شغل كويس. لكن الموبايل لا، مش حاجه احترافيه نهائي بالمره، ومفيش عميل محترم هيقبل بده.